أعزائي متابعي أخبار الإسماعيلية وبرنامج جديد من برامج أخبار الإسماعيلية وحلقة جديدة مع تحت العمارة من حديقة الشيخ زايد، ولقاء على هامش أحداث النادي الإسماعيلي. أهلا بكم معنا، نتعرف مع على الضيوف معنا. المستشار يوسف بسيوني، رئيس كيان وطني من أجل مستقبل مصر ومرشح سابق لمجلس الشعب. أهلا بك معنا. وطبعا معنا الأستاذ خالد كامل أبو الثوار. أهلا بك معنا. عايز نعرف نفسي ولا الجمهور يعرفني بيه ولا أتعرف على الجمهور؟ يا ريت تعرفهم بي أنا. معانا الأستاذ أحمد الجعفري الصديق الصدوق، الراجل المحترم. معايا أستاذي ومعلمي واللي السبب في نزولي النهارده الأستاذ علي كامل. طبعا أول نزولة بعد فترة طويلة، وإن شاء الله هنبدأ ننزل عشان إحنا موجودين. أنا موجود إذا أنا موجود. أنا موجود إذا أنا موجود. أهلا بيك معنا يا أستاذ خالد. أهلا بيك معنا يا أستاذ يوسف. أهلا بيك أستاذ أحمد. إيه رأيك في الأحداث ومجريات الأحداث على ساحة النادي الإسماعيلي؟ الأحداث على النادي الإسماعيلي لازم الناس كلها تعرف إن الإسماعيلي أول فريق خد كأس أفريقيا في 67. لازم تعرف الناس تاريخ الإسماعيلي، إن الإسماعيلي تأسس سنة 1924. الإسماعيلي أول فرقة كانت بتساعد بالمجهود الحربي، كانت بتسافر الدول الخليجية تلعب مطوشة وتجمع فلوس للمجهود الحربي. الإسماعيلي كيان وليس فريق. الإسماعيلي إحنا ممكن ما ناكلش ونشرب لكن نشجع الإسماعيلي. الإسماعيلي في دمنا، ودي قضية النهارده قضية رأي عام. الإسماعيلي النهارده مفترض من الجماهير كلها تقف النهارده مع الإسماعيلي، نركن خلافاتنا على جنب. لكن النهارده المهم والأهم إن السفينة تمشي في مجراها، لا اعتراضات. واحنا مش هنقول ده ايه وده ايه، احنا كل واحد عارفينه في المجلس المؤقت على ايه، لكن احنا النهارده كلنا ايد واحده من اجل مصلحه نادي الاسماعيلي ومن مصلحه الكيان ان هو ينجح. لكن في سلبيات، في سلبيات، بس مش هنتكلم في السلبيات لان مش وقتها. احنا في وقت النهارده كلنا نتكاتف. بطالب الشعب الاسماعيليه كله النهارده، وانا سعيد النهارده باللقاء الجميل مع الاستاذ خالد. سعيد جدا، والحاج علي استاذي والاستاذ احمد. انا بقول لشعب الاسماعيليه النهارده وقفوا خلف الفريق، وقفوا بقوه. انا بتقدم بالشكر لكل الكابتن ميدو اللي شال المسؤوليه على اعتاقه. الراجل ده دفع من جيبه اكثر من 2 مليون. الراجل ده اللي عمل اللي مفيش حد قدر يعمله في الاسماعيليه. رجال اعمال هربت من الاسماعيليه، كل المسؤولين هربوا، لكن الراجل ده اتحمل المسؤوليه، ما كانش منتظر ياخد كام، ده بيدفع من جيبه. اطلب من الجماهير الوقوف مع المجلس المؤقت، وان شاء الله باذن الله هنعدي المرحله دي، ولكن هنتحاسب بعد ما نعدي على خير. لكن النهارده يا ريت نوضح بس الوقوف بيبقى ازاي، لان في ناس فاهمه الوقوف غلط، فاهمه الوقوف ان هي تقعد تنتقد. لا، مش وقت تنقيد نهائي النهارده. النقد ده المفروض النقد البناء يبقى معاه حلول، مش يبقى نقد هدام. بالظبط. النهارده احنا محتاجين رجال اعمال الاسماعيليه اللي بيحب الاسماعيليه فعلا، بس مع الاسف الشديد انا شايف الناس بتتهرب من المسؤوليه. انا بسال الناس اللي دخلت الانتخابات، الفرصه كانت حلوه، ليه النهارده ما قدمتش النهارده ودخلت؟ لان الاسماعيلي النهارده هو اللي عمل الشخصيات دي، الاسماعيلي النهارده هو اللي عمل الكيانات دي. المفترض النهارده نرد الجميل لهذا الكيان العظيم. الاسماعيلي مش فريق، ده كيان دم بيجري جوه عروقنا، ما نقدرش نستغنى عنه. وانا زي ما قلت لك يا استاذ احمد، وسعيد بهذا اللقاء الجميل، وطالب الجماهير كلها ايد واحده. ماتشنا الجاي مع الاتحاد دي البدايه الحقيقيه، ان احنا نعدي عشان في ناس كتيره مستنيين الاسماعيلي يقع. والله في ايادي خفيه يا جماهير اسماعيليه بتحاول توقع الاسماعيلي، لان الاسماعيلي كيان ومحدش هيقدر يوقعه. ووقوفكم وايديكم مع ميدو، انا واثق احنا هنعدي. شجعوا ميدو، وقفوا مع اللعيبه وشجعوا اللعيبه مهما حصل لاخر لحظه. وان شاء الله انا واثق يا استاذ خالد ان احنا هنعدي من المرحله دي الصعبه، وباذن الله هيبقى لنا نصيب ان شاء الله نبقى في نص الجدول ان شاء الله. وانا باخد منك الكلام، طبعا مش هقدر اضيف اكتر من اللي انت قلته، لكن انا هقول تواريخ. المرحله اللي بيمر بيها الاسماعيلي النهارده ليست وليده الصدفه او جت كده مع قضاء وقدر. انا قلت قبل كده ان احنا ذبحنا البقره اللي كنا بنحلب منها، اللي هي قطاع الناشئين. ده كان البقره اللي بتحلب لنا كل يوم. النهارده ما عندناش.
اللي بيحصل اللي حصل ده بفعل فاعل وسيناريو ممنهج للوصول للي احنا فيه. اولا تفكيك النادي من بدايات ما خدنا بطوله الدوري من الانديه المنافسه لينا، قبلنا وسكتنا وبس، كان عندنا التفريغ وعندنا اللي بيعوض. النهارده احنا بقينا دخلنا في منعطف حكم الفرد الواحد. الفرد الواحد كان جاي في نيته غير الواقع اللي هو يمهد لسياسات وقوع النادي وقع ووقعتوه ومحدش حاسبكم ماشي. احنا بقى بنطلب دلوقتي ننقذ ما يمكن انقاذه، واللي بيحصل دلوقتي لازم يبقى فيه حساب للي وصلنا للمرحله دي، عشان الفلوس اللي اهدروها دي اللي هي ممكن تعمل 100 نادي. في نادي زي اسوان معهوش مواصلات يروح يلاعب الفرقه الثانيه، ورغم ذلك واقف وعلى رجله وجايب صفقات تشيله وبيبيع من الصفقات اللي هو جابها للفرق الكبيره، زي بالحاج راح للزمالك لعيب. احنا فين من ده؟ احنا كان عندنا ملايين بتضيع، 200 مليون اسمع، 300 مليون اسمع، عملتوا بيهم ايه؟ اجيب لعيب بملايين اركنه عندي ما يلمسش الكوره ويمشي ما ياخدش فلوس، يرفع عليه قضيه ترجع عليها بالتعويض. هي دي السياسه؟ دي مش سياسه، دي انهيار. انما دلوقتي احنا مش هنتكلم في كل ده، انا بس الظروف الاقتصاديه للبلد منع الجماهير الغلبانه، الجماهير العاشقه اللي مستعده تبيع اللي حليتها عشان النادي، الظروف اللي عليها محتمه عليها ان في اولويات. الناس رجال الاعمال الاسماعيليه للاسف، انا مش زي الناس اقول ما فيش رجال اعمال، لا في رجال اعمال، بس رجال اعمال صبيان رجال اعمال بالنسبه لرجال الاعمال، الصبيان رجال الاعمال بالنسبه لرجال الاعمال اللي انا اعرف عنهم، اللي انا عشت في القاهره 26 سنه في وسط رجال الاعمال، اعرف يعني ايه راجل اعمال انه يعمل شيء لصالح المكان اللي هو فيه او صالح بلده او احنا يا رجال الاعمال الاسماعيليه قبل الهجره كان ابويا في قهوه الهواري يلم من الناس عشان يجمع فلوس يجيبوا اتوبيس يروح للشحته والعربي والناس دي يروحوا يلعبوا. ده اهل اسماعيليه، ده جماهير اسماعيليه. اللجنه اللي اتشكلت ما لناش اعتراض ماشي، وهنساند في سبيل الاستمرار، سبيل انقاذ النادي من نفق المظلم. النهارده يطلع نادي الزمالك يقول لك الاسماعيلي شاور على اي لاعب، الاهلي شاور على اي لاعب. خلي بالكم ده ضحك على الدقون، هما ما بيضحكوا علينا كده، ده عايز يكسب ودك وده عايز يكسب ودك، واخد بالك؟ في النهايه مين اللي هيضيع في النص؟ احنا. تعالى الخطيب يقول لعلي ابو جريشه اي لاعب انت عايزه خده، تعالى علي ابو جريشه يروح للاعب يقول له انا محتاجك، يقول له لا انا مش عايزك. الخطيب يقول له انا اعمل ايه؟ يا جدعان احنا عرفنا من الكلام ده وشبعنا منه ومش هياكلنا عيش. قبل ده كله انا بشكر ميدو، بقدم له التحيه والشكر، انت ولد محترم، انت انسان مجتهد، انا قلت وكتبت ان ميدو واخدها تحدي، وان شاء الله دي هتبقى بوابه النجاح لمولد، مدير فني محترم هيعمل فرقه واللعيبه ولم اللعيبه فعلا، والراجل زي ما قال الاستاذ عمل من الفسيخ شربات، وان شاء الله نفضل على المستوى ونمسك على النقطه، ملناش دعوه بالاداء، نمسك على النقط لان الظروف بتخدمنا. التعادلات بتاعت الفرق المؤخره بتفيدنا احنا، نستغل ده من دلوقتي ونقف على رجلينا، ونهايه الموسم يبقى فيه مكاشفه حقيقيه من الاحداث اللي بتحصل. انما احنا ما نتكلش على حد بره اسماعيليه يتحكم فينا، ما نستسلمش لسمسار يلعب بالنادي، ما نستسلمش لاي واحد داخل لهدف معين، لكن كلنا نساند وندعم من يتكاتف من اجل النادي فقط لا غير. ده بالنسبه للنادي الاسماعيلي، وما عنديش كلام تاني اقدر اقوله. طبعا في اخر اللقاء انا سعيد جدا بالجلسه جميله ومع شخصيات جميله محترمه، الاستاذ احمد، الاستاذ الحاج علي، استاذي، الاستاذ خالد استاذي. انا بناشد النهارده وزير الشباب والرياضه وبناشد وزاره الرياضه. في سنه 2019 تم افتتاح، استاذنك تعلي الصوت شويه. تحت امرك. في 2019 رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي افتتح نادي الاسماعيلي الاجتماعي. الشباب والرياضه النهارده بقى له اكتر من 5 سنين
النادي ده مغلق لبعض المشاكل مع المقاولين ووزاره الشباب والرياضه. ازاي سمعتوا ان رئيس الجمهوريه يفتتح نادي وهو المفترض ده المصدر الوحيد لنادي الاسماعيلي، ومع الاسف لوقتنا هذا لم يستغل؟ في علامه استفهام، في ايد خفيه، صدقوني والله في ايد خفيه. النهارده النادي ده ان اتفتح هيفتح مصدر رزق للاسماعيلي، هيخلص كل مشاكل الاسماعيلي. ليه النادي ما اتفتحش يا وزير الشباب والرياضه؟ حضرتك يا فندم انت رايح وجاي في الاسماعيليه، موقفك ايه يا فندم؟ النادي مقفول من 2019، ارجو علامه استفهام. النادي مغلق ليه لوقتنا هذا؟ النادي ده يا جماعه على فكره مكلف 750 مليون جنيه، مع الاسف السور بتاع النادي وقع، النادي اتهجر والناس ما بتروحش ومفيش اي مصدر نادي الاسماعيلي. هو ده المصدر الرئيسي. حط ايديكم على الهدف الرئيسي، النادي الاجتماعي الاسماعيلي هو المصدر الوحيد اللي هيقدر يثبت نادي الاسماعيلي، ومش هنحتاج لا رجل اعمال ولا غيره. رجال الاعمال بتوع الاسماعيليه اقول لهم متشكرين يا رجاله. لازم الاسماعيليه تعرف مين اللي وقف مع الاسماعيلي في وقت الشده ومين اللي قفل بابه. لازم نفهم كده يا شعب اسماعيليه. تحياتي للجميع، وبشكر تاني مره استاذ احمد، وبشكر الاستاذ خالد العظم اللقاء جميل، بشكر الحاج علي استاذي ومعلمي. شكرا. والنادي الاجتماعي السور بتاعه اللي عمال بيقع دوت، ليه ما نستغلوش ونعمل محلات للشباب اللي مش لاقيين مكان يا فندم؟ النادي ويبقى دخل للنادي مكلف 750 مليون. حضرتك النادي ده يا فندم ده المصدر الوحيد للنادي الاسماعيلي. انا عايز فين الاستغلال الحقيقي؟ انا عايز اعرف لما رئيس جمهوريه عبد الفتاح السيسي لما يجي يحضر يفتتح، معنى كده انا افتتحه الاسبوع الجاي. مظبوط. بقاله دلوقتي 5 سنين مغلق، ما فيهوش اي انشطه. صدقني والله يا جماعه شعب الاسماعيليه لازم تعرفوا كويس قوي، في ايد خفيه عاوزه تخلي الاسماعيلي يسقط، في ايد خفيه بتدمر نادي الاسماعيلي. لازم تعرفوا كده شعب الاسماعيليه العظيم. بس هقول لكم حاجه، شعب الاسماعيليه عمر النادي الاسماعيلي ما هيقع طول ما في ناس رجاله وناس جدعان وناس بتحب الاسماعيلي. صدقني عمر الاسماعيلي ما هيقع، وانا افتكره كويس قوي هذا اللقاء. الاسماعيلي هيبقى في نص الجدول وربنا هينصره على كل ما بليه. والسماسرة اللي داخلين مصالح، ما فيش مصالح خلاص، ما هي خربت. الشباب فريق ناشئين ما فيش، كله بعتوه، ما فيش حاجه خلاص. السمسار اللي داخل وفاكر نفسه انه فيه سبوبه، ما فيش سبوبه. الخزنه كلها في نادي الاسماعيلي ما فيهاش غير 7000 جنيه. كان فيها ملايين الاول، النهارده 7000 جنيه. النهارده مستحقات اللعيبه مفيش. ميدو النهارده بيعمل كل حاجه، ميدو النهارده بياخد الفريق على حسابه في اسوان بالطياره على حسابه، ميدو النهارده دفع فلوس من قلبه. ميدو ده كل تحيه وتقدير والله 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 نشيله فوق راسنا. الغريب احسن من القريب، كده بيثبت يا شعب اسماعيليه ان ميدو ده ب1000 راجل في وقف الجد ووقف الصح. انا بحييك يا ميدو وبقول لك ربنا معاك واحنا كلنا معاك، لكن حسابات مش هنتحاسب دلوقتي، لكن بعد كده هنتحاسب، وكل واحد هيعرف مقداره ايه وايه اللي عمله الاسماعيلي والاسماعيلي عمل ايه، وهيبقى في كشف حساب بالاسم والصوت والصوره هنجيبها لكم يا شعب الاسماعيليه. كل سنه وانتم طيبين، واشكرك على كده يا استاذ احمد. مساء العسل. استاذ علي كامل اهلا بيكم، منورنا. الله يخليك يا استاذ احمد. تضيف حاجه؟ اولا انا قبل كل شيء احب اشكر حضرتك يا استاذ احمد الجعفري والتاريخ بتاعنا خالد كامل على هذا البرنامج القيم الطيب الجميل. وطبعا الشكر موصول للاستاذ يوسف بسيوني المرشح السابق. وعايز اقول كلمتين صغيرين جدا مش اكتر من كده. خالد كامل يوسف بسيوني دول نموذج صغير جدا من ابناء الاسماعيليه الاصليين الشرفاء الذين هم بمثابه الجمهور العريض الاسماعيلي. قالوا رايهم، نحترم ارائهم ونحترم اللجنه اللي موجوده حاليا في نادي الاسماعيلي، لجنه مؤقته، نحترم المدير الفني. وانا شخصيا عن نفسي بحترم كل الاراء اللي قالوها الاثنين، كان خالد كامل او يوسف بسيوني، عن النادي الاسماعيلي. ونقول نتمنى من الله العلي القدير ان يوفق اولاد النادي الاسماعيلي. بس في حاجه، اخواتنا بيقولوا ان الاسماعيلاويه ما فيهاش راجل، لا فيها راجل وكلها منها رجاله وفيها رجال اعمال، بس هنا في علامه استفهام. انا عايز اعرف بس نداء وسؤال لرجال اعمال اسماعيليه، اين انتم ولماذا؟ شكرا احمد بن جعفر.
شكرا يا فندم، متشكرين ليكم جميعا. شكرا ماشي. شكرا ليكم. وفي حاجه استاذ خالد هيقول حاجه؟ طبعا احنا دلوقتي هنا قصه النادي الاسماعيلي الكابتن محمد عاطف مشجع النادي الاسماعيلي بيسلم عليكم جميعا وبيرحب بيكم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طبعا موضوع الاسماعيلي مش محتاج اي كلام تاني، نقفل موضوع الاسماعيلي خلاص وان شاء الله. على حظ الكابتن محمد يعني اول ما دخل هو حاطط شعار النادي الاسماعيلي كمان. طبعا احنا مساندين النادي وفي ظهر النادي بقلوبنا اللي نقدر نملكه يعني. اهل اسماعيليه بقى بقول لهم احنا عدنا اهو ان شاء الله للساحه ورجعنا تاني، وبرنامجنا هيبقى ان شاء الله يوم الجمعه. برنامجنا هيبقى محدد يوم الجمعه، كل يوم جمعه هيبقى برنامج تحت العماره معاكم. معلش ما هو مش كل يوم جمعه، ما في جمعه مش هتنفع يعني، ممكن جمعه او ممكن سبت، يعني يا جمعه يا سبت يعني بامر الله. المهم هيبقى اسبوعيا بامر الله، وهنتابع حتى لو كل يوم لو في حدث جديد هننزل نعمل حلقه خاصه. انما هنبقى دلوقتي انا خلاص اهو يا جماعه نزلت وهنجيب الاحداث من الواقع، عشان في ايه الظاهر الناس استغلت الفترة مرض دي وفي ناس توغلت، فانا عايز انزل عشان ابص بقى على الناس واشوف الدنيا واشوف مين ده ومين ده ومين ده، عشان احنا تعبنا وقرفنا. عايزين بقى نمشي دغري، نبقى ما نعملش زي ايه الاسماعيلي مخطط، الدولة ليها مخططات، كله ماشي على منوال واحد. البلد في حالة وحشة، البلد محتاجة تكاتف الناس كلها، معترض موافق رافض قابل، الوضع غصب عننا هنبقى على قلب راجل واحد ونحل مشاكلنا بنفسنا ونحط ايدينا في ايدين بعض، وما نقولش للفاشل انت ناجح، وما نقولش للمرتشي انت نظيف، وما نقولش لاي حد بما ليس فيه. كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله وبما عمل للبلد. اكتر من كده مش هقول، وانتظرونا ان شاء الله الحلقه الجايه، ودي بس كانت بروفا بدائيه ان شاء الله لقادم الحلقات. شكرا ليك يا استاذ احمد، وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. ان شاء الله. حابب تقول حاجه يا استاذ يوسف؟ كل تحيه وتقدير للشخصيات المحترمه. انا النهارده سعيد مع قيادات طبعا واساتذتي الاستاذ خالد كامل، بشكر خالد كامل استاذي، بشكر الاستاذ احمد حبيبي جعفري، شرف ليا النهارده، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نتقابل الجمعه الجايه، وان شاء الله في تفاؤل، وان شاء الله هنفرح فيك يا اسماعيليه، وعاوزين نسمع احلى سمسميه في الدنيا كلها. شكرا. الاستاذ علي هتقول حاجه ختام؟ حفظ الالقاب. انا بشكر احمد الجعفري الاعلامي المتميز، الله يخليك. بشكر يوسف بيه بسيوني النائب المرشح السابق لمجلس النواب، بشكر التاريخ ابو الثوار خالد كامل، بشكر البرنامج، ويا رب يا رب البرنامج ده يعني يستمر في خير البلد. وعايزين اعيد عليك جمله مهمه جدا، ايه هي؟ رجال الاعمال الاسماعيليه اين ولماذا؟ واعيد عليك الجمله الثانيه، ان الاسماعيليه فيها رجال وفيها مخلصين جدا جدا، ولكنهم برضه اين ولماذا؟ رجال اعمال بس ولا رجال اعمال وسياسه؟ ما هي السياسه دي خليها جنب دلوقتي، مش هنتكلم في السياسه دلوقتي حاليا، مش هنتكلم في الرياضه يعني ما لهمش دور في الرياضه؟ لا ليهم. طيب فين هم؟ انت عايز تدير فين بس يعني؟ موجودين الساسه، موجودين زي الفل، وناس محترمه على الارض زي الفل، ليهم دورهم ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. الساسه، الرجال الساسه ليهم دور ان شاء الله. كابتن محمد عاطف مشجع النادي الاسماعيلي بيدعو ويقول يا رب النادي الاسماعيلي يكسب يوم الاحد الجاي ان شاء الله، وبيبعت لكم التحيه كل واحد. احنا بنشكره بالنيابه عنكم. متشكرين جدا، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برعايه الله.